الكابتن امام عاشور واول بطوله ليه مع النادي الاهلي. حلوه شايفها؟ حلوه. يعني احساسك يا كابتن ومشاعرك باينه قوي مع اول بطوله وانت بتلبس الميداليه كمان وماسكها في ايديك كده، احساس مختلف يا كابتن امام. اول بطوله دايما بيبقى ليها طعم لا مختلف. طبعا الحمد لله انا مبسوط جدا النهارده الحمد لله. بشكر اللعيبه الرجاله دي وبشكر الجمهور العظيم ده والجهاز الفني طبعا. والحمد لله يعني انا اتعودت من ساعه ما جيت النادي الاهلي راح بطوله هيجي قدامها 10. انا اتعودت من اول ما دخلت النادي الاهلي بسبب اللعيبه طبعا. والحمد لله ببارك لهم النهارده على الفوز. كابتن امام يعني هدف فتح، يعني زي ما بنقول فتح الطريق للبطوله. الهدف في مباراه سيراميكا كليوباترا النهارده كانت مباراه قويه جدا. يعني شفت اجواء البطوله كاس السوبر ازاي بشكل عام؟ والله الحمد لله انا زي ما قلت لك احنا الحمد لله بنجتهد والتوفيق ده من عند ربنا الحمد لله. وعندي بس رساله للشماتين. الشماتين عايزهم يهدوا شويه. يعني في ناس كده انا كده مش متابع والله. يعني انا مش متابع، انا مركز في شغلي. ولولا النادي الاهلي في سيستم انا كنت رديت على الناس. يعني كنت رديت على في واحد شخص كده اكيد انت عارفينه هجاص. هو هجاص بيرمي اي حاجه. حابب اقول له النهارده اول بطوله ليا واخد ثالث كاس عالم. الحمد لله الف مبروك للنادي الاهلي. اتاقلمت ودخلت الاجواء مع النادي الاهلي ورسالتك لجميع هجاص امام عاشور يا جماعه وقصف جبهه للكابتن رضا بعال. امام عاشور النهارده يعني التصريح دون هيجيب صداع للكابتن رضا بعال. اللي انا شايفه ان كابتن رضا بعال نصيحه مني ما يطلعش، نصيحه مني استخبى كده فتره، عشان بعد التصريح دون انت شكلك بقى وحش قدام الكل. يعني مش قدام مثلا فئه معينه، شكلك بقى وحش وشكلك يعني حتى شوف هو اول ما قال هجاص انت اتعرفت. يعني هو مش محتاج يوضح، اول بس ما قال كلمه هجاص العالم كله اي حد معدي من الشارع كده ما يفهمش في الكوره يقول لك هجاص رضا بعال. الهجاص رضا معروفه، يعني بيقول لك شماتين، الشماتين والهجاصين. اصل انت يا كابتن رضا الصراحه بالعقل ومنطق في حد بيفهم او في حد يعني بيفهم كوره، ركز في الحته اللي بيفهم كوره دي وعاقل وعنده 3 جنيه تفكير يقول لك امام عاشور مش لعيب كوره. يعني انت اصلا امام عاشور كل ماتش يعني فاهم، كل ماتش اصلا لازم يعمل لك حركه يعكنن عن الزملكاويه. يعني امام عاشور انا بقول لك انا زملكاوي والله بتفرج على امام عاشور بقول يعني مش عارف اقول. يعني كان في واحد كده اسمه المستشار يقول لك دي هديه الخطيب. النهارده هديه الخطيب الاولى كهربا بيسجل، وهديه الخطيب الثانيه تكسب جبهه رضا بعال. امام عاشور النهارده فضحك. يعني امام عاشور النهارده شايف ان هو فضحك. بس انا بقى عندي يا جماعه سؤال بس ايه بمناسبه رضا بعال والناس اللي شبه رضا بعال اللي هو مثلا عفت نصار الناس دي. هو ليه يا جماعه كل الناس اللي بتنتمي مثلا للاعلام الزملكاوي بيطلعوا في الاعلام يقول لك الاهلي بيكسب بالتحكيم، الاهلي امام عاشور مش لعيب اللي ضربه في نفسه الاعلام والجماهير هيصوه خلاص. هي ليه العقليات دي يا جماعه اللي الزملكاويه اللي على الساحه؟ يعني نفسي افهم بس ليه الناس دي كلها اللي المفروض ان هم بينتموا لنادي الزمالك بيقولوا الكلام اللي ما يطلعش من حد عاقل؟ ليه الفئه دي انتم مصدرينها ان هي دي واجهه جماهير نادي الزمالك؟ والله يا جماعه دول مواجهه جماهير نادي الزمالك. دول اصلا دول ناس مبدئيا كده ما بيفهموش في الكوره. ده اول حاجه. هم ناس كل شغلتهم يطلعوا يقولوا بوم طخ بكلمتين عشان الريتش وخلاص. بس انا والله يا جماعه شيء مستغربه كابتن رضا بعال كل يوم في برنامج شكل على مش عارف كل يوم بيترحل عامل زي الرحال على كل قناه شكل، وعفت نصار بيطلع لي على قناه الحدث. يعني الحدث بتاعت مرتضى منصور وايه مرتضى منصور هو شهرها. مش عارف ليه يا جماعه العقليات دي هي اللي مصدره المشهد الزملكاوي. في ناس كتير بتفهم لكن احنا رضا بعال عفت نصار. يعني واحد يقول لك امام عاشور ما بيعرفش يلعب والجماهير بتهيصه خلاص، والتاني يقول لك ايه والتاني يقول لك محمد معروف هو اللي كسب الاهلي. ليه يا جماعه؟ عايزين يا جماعه نفكر بالعقل والمنطق هتلاقي كل حاجه محلوله. لكن احنا طول ما احنا مصدرين المشاهد دي قدامنا هنفضل كده، هنفضل في المركز ال 12 وال 11 والفيفا حتى بتصنفنا في المركز ال 12 اللي هي الفيفا بتكسب كفتنا. الفيفا بتكسب كفتنا. وبمناسبه الفيفا برضه كان رضا بعال قال لك تصريح يا جماعه. يعني التصريح ده لحد دلوقتي بحاول افهمه والله ما له اجابه. بيقول لك الفيفا بتكرم امام عاشور عندي في الزمالك. فانا مش انت عايز ايه؟ يعني انت عايز توصل ليه؟ والله العظيم ما فاهم انت عايز توصل ليه. انت وصل بيك الهجص للدرجه دي؟ الفيفا تقول لك لا تعالى الزمالك كده انا عايز اغيظه، عايز اعمل عندي مع الزمالك. هو ممكن يكون في تفسير برضه، انا شايف تفسير ممكن يوصل لك انت وتفهمه، ان الفيفا مثلا بتعاند الزمالك عشان الزمالك مثلا بسم الله ما شاء الله عليه 300 قضيه مثلا، عندهم عليه 13 14 ايقاف قيد مثلا. ممكن تكون بتفكروا ايقاف القيد اللي عندك انت ايه الدنيا عندك يناير اللي جاي ولحد دلوقتي مفيش اي حاجه اتحركت، وكل اللي طالع في الاعلام ده اشاعات، مفيش حاجه بتحصل حقيقي. ولكن يا ريت كده بس ايه من الناس اللي متصدره المشهد دي الزملكاويه رضا بعال وعفت نصار واحمد جمال والناس اللي عايشين في نظريه المؤامره الكونيه علينا حتى من الفيفا وصل للفيفا. يعني مش اقول لك مثلا اتحاد الكوره ممكن يعديها الحكام يعديها، لكن انت وصل للفيفا مش لاقي كلام اقوله لكم. ففي الاول وفي الاخر اتمنى من الناس دي ان هي تبعد عن نادي الزمالك. الناس دي اصلا طول ما هي موجوده احنا هنفضل كده. الناس دي طول ما هي موجوده
ودي اللي متصدره المشهد ان هي زملكاويه وكباتن نادي الزمالك وكانت لعيبه كوره. والله مش عارف انتوا ازاي كنتوا لعيبه كوره، مش بحاول افهمها، مش عارف. في الاول وفي الاخر امام عاشور قالها لك صراحه، الشماتين والهجاص بيملى في اي كلام، بس انت فعلا بتملى في اي كلام. اللي هو بص، الكلام اللي بيبقى في خيالك بتقوله حتى صح غلط. انا كابتن رضا عبد اصلا مقتنع من فتره ان هو ما بيفهمش كوره، ما بيفهمش كوره خالص. الفريق يبقى مثلا كسبان ومكسر الدنيا يقول لك ما بيلعبش كوره، الفريق يبقى رايح في ده يقول لك الله احسن ماتش. وكان بيحب مدرب اسمه داجيسكو نياس، داجيسكو نياس اللي كان ايه، اللي هبط وادي دجله واللي بيراميدز طردوه، المدرب الوحيد حتى اللي فرحان بيه كل ما يروح فريق بيطردوه. فهي دي عقليه كابتن رضا عبعال والهجاص والشمات. يا ريت بس ايه، يا ريت الاعلام والساحه دي تنضف من العقليات اللي زي عفت نصار واحمد جمال. بس كده يا جماعه، شايف انك كفايه اول حد كده في الاول وفي الاخر. قرار شخصي واحد دقيقه تاني كده مفتوحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.